السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. عشان كده راجعلكوا بفيديو قوي جدا، وهو فطيرة البيتزا. بجد تحفة. يعني انا ما استنيتش عليه يبرد. انا ما بستناش على حاجه تبرد بصراحه. وقطعته على طول. بصوا جوسي وجميل والوانه حلوه وطعمه فوق الرائع بجد، مش عشان انا اللي عاملاه بس خطير. هتعتمدوه، حلو سهل وبسيط ومكوناته سريعه جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه عندي بجهز شويه خضره كده الوان جميله، فلفل الوان وطماطم، وكمان الفلفل بقى اخضر واحمر واصفر. تقدري تشيلي اي نوع انتي مش بتحبيه او تزودي اي نوع انتي بتحبيه. تقدري كمان تقطعي زيتون، لان هي فطيرة البيتزا فاحنا هنعمل مكون يعني نحاول نوصلها لطعم البيتزا بالمكونات دي. انا قطعت عندي فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر، وهقطع كمان شوية طماطم. طبعا حسب مقاس الصينية او الكمية اللي انتي هتعمليها بتقطعي الخضروات على اساسها. الطماطم بقى طبعا احنا عارفين ان هي فيها نسبة مية عالية، فانا هشيل القلب بتاعها وهاخد اللحم بس بالقشرة اللي بره. هقطعها كأنها زي الفلفل بالظبط. طبعا القلب بتاعها ده مش هاخده هرميه، تقدري تحطيه على جبنة بيبقى طعمه بجد تحفة. تحطيه في السندوتشات، يعني ايه ما بنرميش حاجة. وقطعه قطع صغيرة كده. وكده عندي يبقى الدنيا جاهزة. هقسمه لطبقين، طبق كبير وطبق صغير، وهقول لكم في باقي الفيديو ليه انا قسمته في طبقين. الطبق الصغير هحط فيه كمية صغيرة من الفلفل الالوان والطماطم، والطبق الكبير هحط فيه بقية الكمية الاكبر من الفلفل الالوان والطماطم. تقدري كمان تضيفي زيتون. هنا ملاحة حاطة فيها ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات. رشيت رشة هنا ورشة هنا. وجهزت طبق عندي فيه سمنة على زيت، وجبت برجر معايا. الحشوة دي انتي بتختاريها، مفيش اي مشكلة. وهبتدي ان انا اشوحه على الجريل، لان البرجر لما بيتشوح على الجريل مش بيكش، لكن لما بيتحمر في الزيت بيكش وبيشرب طبعا نسبة زيوت عالية. فالاحسن ان انتوا تشوه. صينية عندي مقاس 26. مش هاخد طبعا يعني انا هستخدم لفة جلاش بس مش هاخدها كلها، لان طبعا الصينية عندي صغيرة. هبتدي ادهن الصينية من تحت ومن الجوانب بالسمنة والزيت. وهبتدي احط 4 طبقات من تحت. طبعا حجم الصينية او البايركس اللي هتعملي فيه، او ممكن الطاجن برضو مفيش مشكلة. هتعملي يعني عدد الطبقات دي انتي بقى ايه اللي هتحدديها. فانا حطيت 4 طبقات، بين كل طبقة وطبقة بدي مسحة كده من الزيت والسمنة. بجد بيخلي طعمها في حتة تانية خالص، بيبقى تحفة جدا. احلى من بتاعة بره بكتير، لان انتي عاملاها بقى في البيت فمكلفاها بقى ومظبطاها. بتبقى خطيرة. عندي هنا البرجر ببتدي اقلبه على الناحية التانية لما ياخد وش. وهبتدي بقى بمقص المطبخ ان انا اقصه صوابع بالطول، والصوابع اقصها مكعبات صغيرة. تقدري ان انتي تهرسيه زي اللحمة المفرومة، تقدري تحشيه لحمة مفرومة ميكس جبن لانشون، اللي انتي عايزاه. الحشوة دي بتاعتك. عندك مثلا فرخة مسلوقة بايتة عندك، تبتدي تفصصيها وتقطعيها وتحطيها، فالحشوة دي بتاعتك. هبتدي بقى اللي هيودي الطعم في حتة تانية معلقة جبنة شيدر كده او الجبنة السايحة. بتبقى خطيرة، او ممكن كمان الجبنة الكيري. الطعم بجد كان تحفة 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 تحفة. بديه مسحة كده من تحت. وهبتدي انزل بالبرجر واوزعه كده بطريقة عشوائية. واجيب بقى، فاكرين الطبق الكبير اللي احنا حطينا فيه ميكس الفلفل الالوان والطماطم، انزل بيه كله على البرجر. وابتدي اوزعه بحيث يبقى ايه طبقة كده محترمة وشكله تحفة. هبتدي بقى احط طبقة تاني من الجلاش. الطبقة اللي بتبقى ملامسة للخضروات مش بدهنها سمنة وزيت. الطبقة اللي بعدها بدهنها سمنة وزيت. حطيت 4 طبقات من تحت، وهحط 3 طبقات من فوق. تقدري تخليها 4 و4، 3 و3، زي ما قلتلك حسب حجم الصينية. الطبقة الأخيرة دي مش بتني حروفها لفوق، لا بتني حروفها لتحت، عشان تبقى اعملي وش كده زي البيتزا. بيبقى حلو قوي. وببتدي بقى اثبتها في الاركان كويس جدا. واحط بقى اخر شوية عندي من السمنة والزيت على الحروف كويس قوي. وفي النص كمان اللي هو بفضي الطبق كله عليها.
بصوا شكلها بجد خطيرة، مش قادرة اوصف لكم الريحة اصلا قبل ما تستوي خطيرة. وابتدي يعني اهم نقطة ان انتي تقطعيه قبل ما يستوي علشان ما يتكسرش معاكي ويبقى شكله مش تمام بعد ما يستوي. فانا دايما بحب اقطعه قبل ما يستوي. طبعا تقدري ان انتي تقطعيه الشكل اللي انتي عايزاه، تقدري تقطعيه مثلثات كده زي البيتزا، مفيش اي مشكلة، بس انا قلت يعني هعمله مربعات المرة دي زي ما انتي تحبي. عندي بقى شوربة مجهزاها، شوربة فراخ، شوربة لحمة. ما عندكيش شوربة هتغلي شوية مية عليها مرقة دجاج، ملح وفلفل وكمون، وزي الفل بقى عندك احلى شوربة. هكسر عليها بضاية، بس الشوربة تكون يعني ايه مش سخنة قوي عشان البيضة ما تستويش جواها، وتضربيها بسرعة بسرعة بسرعة. وهبتدي اسقي الجلاش بتاعي، بس مش هغرقه، اللي هو يعني يدخل بس بين الطبقات كده. وهدخله الفرن على 180، يعني ايه يبتدي ياخد لون من الحروف. ماشي، مش هسويه كله. عندي بقى الطبق الصغير حطيت عليه جبنة موتزاريلا، وقلبت فيه بقى كل بقية الطماطم والفلفل الالوان. طبعا الجلاش عندي بيستوي في الفرن، مش هسويه سوا كامل. اول ما الحروف بتاعته الاقيها ابتدت تحمر كده، انا اطمنت ان الاركان بتاعته احمرت ومن تحت احمر. الوش بقى مش هخليه يحمر، هروح مطلعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا بيغلي ازاي، هي الحروف ابتدت تبقى لونها ذهبي فاتح. هبتدي بقى انزل بالوش الجميل بتاعي، عشان مش عايزه الجبنه الموتزاريلا تتحرق وتاخد لون بسرعه ويكون لسه الجزء اللي من تحت ما استواش. فعشان كده بديله نص سوا. ولما الاركان بتاعته تحمر تاخد لون ذهبي كده، ابتدي احط بقى الجبنه الموتزاريلا والفلفل الالوان والطماطم من على الوش. تقدري كمان تحطي زيتون. اهم حاجة توزعيه كويس كده علشان لما يدخل الفرن يكمل سوا. الجبنة بقى الموتزاريلا تسيح وتعمل لك وش البيتزا اللي انت شفتيه في اول الفيديو، بجد خطير تحفة. يعني ده يعني دي اول مرة اجربها. بحب اعمل كده افتكاسات كده وحركات جديدة، بجد بيبقى طعمها خطير. عشان من شكل وطريقة الجلاش اللي احنا بنعمله باللحمة المفرومة ونسقيه شوربة وفي الفرن وخلاص كده الحمد لله، لا نجدد فيه. وكمان في خضروات فتفيد الاطفال وبتضيفيله قيمة غذائية عالية، واحسن من بتاعت بره كمان. يعني خلي بره بقى هما اللي يقلدوكي. ببتدي بقى اوزعها في كل حتة. اهم حاجة الجبنة الموتزاريلا ما تكونش مجمدة، اسيبها تفك براحتها. هنا مفيش، خدت 10 دقايق. حسيت ان الجبنة الموتزاريلا عايزاها تحمر شوية، شغلت الشواية عليها 30 ثانية، اللي هو انا واقفة جنبها تشم بس الشواية وتطلع باللون التحفة ده. وش بيتزا ومن جوه فطيرة محشية حشوة مختلفة بطعم مختلف، مغذية سهلة وبسيطة. جربيها، قولي رأيك في الكومنتات. وده كان فيديو النهاردة، باي.